بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل حلويات المصيف في البيت، التفاح بالعسل. في ناس بتقول عليه تفاح بالعسل، في ناس بتقول عليه خد الجميل. ايا كان اسمه انا هخليكي تعمليه في البيت. لو عايزة تعرفي اتعمل ازاي ما تنسينيش الأول اللايك الحلو بتاعك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وتعالي يلا عشان اقولك اتعمل ازاي، يلا بينا. نبدأ بسم الله. أول حاجة هنعملها مع بعض العسل. كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية. طبعا انت عايزة تكتري الكمية عن كده براحتك، انا ده عاملاه يكفي الكمية اللي انت شايفاها. طلع معايا 9 تفاحات، مش كبار ولا صغيرين، يعني هم ايه وسط او يعني صغيرين شوية، هنقدر نقول عليهم صغيرين شوية. انا بحب التفاح اللي بالعسل ما يكونش كبير، علشان لما اجي اقطم القطمة يبقى فيها العسل، ما تبقاش بعيدة عن العسل. كده كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، وهعلق عليهم ومش هقلب لغاية لما يبدأ يغلي. بصي، هسيبه كده لغاية لما يبدأ يغلي. كده بدأ اهو يغلي معايا. هعصر عليه ليمونتين، يبقى كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، ولما يبدأ يغلي هعصر عليهم ليمونتين. هنا انا بشاور لك ان هما ليمونتين. بوطي بس كده علشان النار طالعة على ايدي سخنة قوي، فبوطي النار عليه عشان اعرف اعصر الليمون. على فكرة انا مش بحب اعصر بالعصارة، بحب اعصر كده على سن السكينة. يمكن انا اكون قديمة شوية، بس انا بحب اعصرها كده على سن السكينة. مش هقلب برضو لسه. امتى هقلب بقى؟ اهو لسه هحط اللون. ده لون غذائي، لو عندك سايل حطي، انا اللي عندي بودر مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة يكون لون احمر عشان يبقى نفس شكل التفاح بالعسل بتاع المصايف. هحط كده شوية صغيرين لما يديني اللون الاحمر. هنا بقى مادام غلي كده هبدأ ان انا اقلب. السكر بتاعي داب خلاص، وهبدأ ان انا اقلب. ما اقلبش قبل السكر ما يدوب. ليه؟ لو انا قلبت قبل السكر ما يدوب، السكر هيبقى في الطروف وهيلسوع لي العسل بتاعي. حتى لو انت بتعملي شربات لحلويات ولا حاجة، ما تقلبيش قبل السكر ما يدوب. كده بقى انا هسيبه يستوي بعد الغليان 20 دقيقة بالظبط. يبقى هحسب بعد الغليان 20 دقيقة بالظبط. عقبال ما يستوي العسل معايا هحضر التفاح. التفاح زي ما انا قلتلك كده اهو بنقيه وسط، بغسله وحطيته في مصفى يتصفى، وبعدها كمان بمناديل مطبخ وبنشفه كويس. طب ليه بنشفه؟ ما احطه يتصفى وبس. لو عليه مية مش هيمسك فيه العسل، هتحطي العسل هتلاقي المية هتاخد العسل وتنزل. ولازم التفاحة بتاعتي تكون ناشفة، يعني ما تكونش فيها حتت مستوية. طبعا في السوقي اللي هو بتاع المصايف بيعملوا اي حاجة، مستوي مش مستوي بيعملوه مش فارق معاه، بس احنا بنعمله لعيالنا في البيت، بنعمله لنفسنا، فبنعمل احلى حاجة. انشفه كده بقى كله كويس واحطه معايا في الطبق، مخليش فيه مية خالص. هنا بقى هجيب عصاية الشيش، وهقولك البديل بتاعها ايه. اقسم الواحدة كده 2 عشان ما تبقاش طويلة قوي معايا، هي الواحدة 2 كويس قوي اهي. وهجيب التفاحة من الحتة اللي تحت، مش من الحتة العريضة، عشان الحتة العريضة هتبقى هي القاعدة اللي تقف بيها التفاحة. هجيبها من الحتة اللي تحت، مش من ناحية العنقود، من الناحية التانية، واحط فيها عصاية الشيش بالطريقة دي. اعمل معاكم واحدة تانية اهي، برضو اهي من الحتة اللي تحت اللي هنا هحط فيها عصاية الشيش بالظبط كده. تمام، قولي تمام. طب لو انا يا ماما نانا ما عنديش عصاية الشيش دي،
ما اعملهاش استنى لسه ما اجيب عصاية شيش؟ لا يا حبيبتي، احنا ما بنقفش على حاجة. لو انا ما عنديش عصاية الشيش دي هجيب شوكة وهحطها في التفاحة بالطريقة دي. وللمصداقية اللي بيني وبينكم الشوكة أحلى من عصاية الشيش، بتبقى مثبتها أكتر. وأما بتيجي تحطيها في العسل، العسل بيتقل التفاحة معايا، فعصاية الشيش بتخليها تلف جوه، لكن الشوكة بتبقى ماسكة التفاحة حلو ومثبتاها معايا كويس. فللأمانة الشوكة أحسن من عصاية الشيش. هنا العسل بتاعي اهو بدأ يستوي، هختبره بقى. اجيب طبق كده واحط عليه نقطة، مادام ما فرشتش كده يبقى العسل بتاعي استوى. هميله كده، هتبص تلاقيه مال معاكي، بس ما مالش وسيل خالص ونزل زي المية، لا هتلاقيه مال ووقف كده بالطريقة دي كده. بصي اجي امسكها الاقيها جمدت كده، يبقى العسل بتاعي استوى وبقى تمام التمام. كده خلاص بقى هقلبه بس كده تقليبة وهطفي عليه بالظبط كده. طيب أول ما أطفي عليه أعمل بقى على طول التفاح يا ماما نانا؟ لا يا حبيبتي، هتسيبيه يهدى، مش هيبرد، ما تسيبوهوش يبرد. لو برد خلاص مسك في الحلة ومش هتعرفي تعملي بيه العسل. يهدى بس بحيث إن الرغاوي اللي فوق الوش دي تهدى. أنا مش عايزاه يبرد، يهدى بس الرغاوي دي تهدى كده تحت عشان أعرف إن أنا أعمله في سوري معلش، عشان أعرف إن أنا أحطه في التفاحة بتاعتي. أهو بالطريقة دي كده أعمله في التفاحة. ومش أول ما أحطه كده بقى خلاص أروح أحطه في الطبق هتلاقي كله أغلبه، مش كله، هتلاقي أغلبه نزل تاني. لا، أفضل ألف في التفاحة كده شوية بعد ما أحط فيها العسل، بحيث إن هو يهدى عليها، يعني يبرد شوية على التفاحة ويمسك في التفاحة، يقفش في التفاحة بالطريقة دي كده. هعمل معاكي واحدة تانية برضو وأوريها لك. اهي بصي كده اهي، فضلت ألف فيها كده لما مسك فيها. اهي الاتنين اهم عملتهم، وهعمل معاكي التالتة اهي. هلفها كده فيها، وبعد كده هفضل ألف في التفاحة كده معايا لغاية لما العسل اللي فيها يقفش فيها، عشان لو أنا عملتها كده ورحت حطيتها على طول أغلب العسل هينزل تاني. هيبقى فيه عسل مش هينزل كله، بس أغلبه هيبقى نزل كده. لا، أنا عايزة أغلبه يكون على التفاحة، عايزة أحس بطعم العسل على التفاحة بالطريقة دي كده، وأحطها في الطبق. هنعمل مع بعض واحدة اهي. بصي بالشوكة، الشوكة زي ما قلتلك هي أحسن كتير من عصاية الشيش، مخلياني متمكنة أكتر من التفاح بالطريقة دي كده. ونفضل بقى كده نلف فيها شوية زي ما انت شايفة كده لغاية لما يثبت عليها بالطريقة دي. وادي كده النتيجة النهائية. ايه رأيك بقى؟ يستاهل انك تنزلي تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس ولا لأ؟ يستاهل اللايك الحلو بتاعك ولا لأ؟ وكومنتاتكم القمر يا قمرات اللي بتسعدني، ربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي. يلا اعمليها بقى واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.